السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الجمال على كل الأهلاوية، وحشتوني جدا 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 اخواتي واصحابي اللي بره مصر وجوه مصر وحشتوني. فوز مستحق للنادي الأهلي 4-0 مع الرأفة ولا تاني مع الرأفة. المفروض الماتش ده يطلع 10-0 مع الإسماعيلي، 10-0. يعني جريتشار مضيع 4 انفرادات، وإمام عاشور مضيع 3 انفرادات. حتى احمد رضا بوب اللي لسه نازل طبعا حط جون، يعني اول لمسه. طبعا انا جاي حامي، لان طبعا صراحه الماتش كان جميل، والاهلي لعب ماتش عالمي. الاهلي لعب ماتش عالمي بروفا لماتش قمه يوم السبت. كده ان شاء الله الاهلي كله جاهز، ما عدا طبعا المصابين طبعا اللي هو كريم فؤاد وطبعا علي معلول. اما بخصوص اشرف بن شرقي، يعني الناس بتتكلم ان اشرف بن شرقي ان هو مصاب. اشرف بن شرقي عنده شد في العضله الاماميه، شد في العضله الاماميه. والدكتور احمد جاب الله بكره ان شاء الله هيبين هو هل هيلحق الماتش الزمالك او مش هيلحق. بكره ان شاء الله هيبان، لا يلعب لا ما يلعبش. الاصابه، مده اصابه اشرف بن شرقي بكره هتبان، بس ان شاء الله يلحق ماتش الزمالك. نخش بقى على مباراه الزمالك. طبعا الزمالك النهارده تعادل 1-1 مع بتروجيت. ناس كتير قوي طالعه بتتكلم على الماتش بتاع الزمالك. والله يا الزمالك يعني احنا مش عايزين نحكم على باسيرو، اصلا مدرب باسيرو ده مدرب بصراحه جميل. يعني انا بصراحه مدرب مش وحش. ناس تقول لك ده تعبان، ده مدرب مش كويس. لا، مدرب ده جامد على فكره، وما بيقللش منه. بس لسه اول ماتش طبعا مع الزمالك، وطبعا لسه ما حطش بصمه. يعني حتى انا مش عايزين نحكم عليه، حتى لو الاهلي كسب الزمالك المدرب مش وحش. مش ناس بتقول لك ده المدرب، ده المدرب ده وحش، ده مش عارف ايه. لا، مدرب مش وحش، باسيرو مدرب كبير. عشان الناس ما نكونش مختلفين مع الناس، ما حدش يطلع يقول ان هو وحش. حلو، مدرب مش وحش. لكن النهارده ماتش الزمالك اللعيبه كلها تحس انها تايهه. قال المدرب حط خطه مش حلوه. نص الملعب بتاع الزمالك مفيش، زيزو مش موجود خالص، عبد الله السعيد خارج طاقة الخدمه. هل اللعيبه تفكر في ماتش الاهلي؟ مش مركزه. محدش يجيب غلط على المدرب، لسه المدرب اول بصمه. عشان نقول تاني، لسه المدرب اول بصمه. الزمالك لسه محتاج صفقات ومحتاج دعم. عايزين تقفوا مع المدرب، سيبوا المدرب يشتغل زي ما هو عايز. سيبوا المدرب يشتغل زي ما هو عايز، عشان خاطر طلع اللي عنده. مدرب بيسيرو بيلعب كرة هجومية من تحت، من ورا لقدام، زي ما كان بيلعب مع منتخب نيجيريا. بيلعب كرة من ورا لقدام زي كان بيلعب مع نيجيريا. طبعا انتوا عارفين انه كان مدرب منتخب نيجيريا، ووصل فاينل مع قصاد كوت ديفوار. طبعا اتغلب، وكوت ديفوار خد الكاس في افريقيه. عشان الناس بتقول لك باسيرو، والله العظيم مدرب جامد 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 جامد. بس الزمالك طبعا النهارده كان تايه توهان السنين. احمد سيد زيزو ناس كتير متحمله عليه قوي 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 قوي. يقول لك ده والده عايز فلوس، ده عايز 50 مليون، ده عايز 70 مليون، ده ما بيديش، ده بيفكر، ده عايز يروح ايران قطري، عايز يروح السعوديه، ده بيفكر في الاهلي. محدش عارف اصلا زيزو هيقعد ولا يمشي، ولا حد عارف اي حاجه عن اي حاجه خالص. شفتوا الحدث اللي الاهلي عمله بتاع الاستاد الاهلي الجديد؟ طبعا ابتدى فيه حفر وشغل. بيقول لك بعد 200 يوم الاستاد هيفتح اول مباراه في استاد النادي الاهلي بعد 200 يوم. طبعا ده حدث كبير. وكلكم شفتوا طبعا كاس العالم اللي جه الاهلي. نرجع نقول بتاع الحوار بتاع بوشكاش، احنا مش هنروح كاس العالم، كاس العالم يجي لحد عندنا. نادي الاهلي نادي كبير كبير كبير، ومشرف الكره المصريه والعالميه، طبعا لا خلاف عليه. وكل الشكر والدعم لكابتن محمود الخطيب والاداره الناجحه على الصفقات اللي الاهلي عاملها. الحمد لله الاهلي طالع لقدام، وان شاء الله طبعا هيبقى كلنا ورا النادي الاهلي عشان خاطر مباراه القمه بتاع يوم السبت يوم 22. ان شاء الله الاهلي يكسب، وان شاء الله طبعا كل الدعم للاهلي، ونطلع ناخد دوري ان شاء الله. طبعا بكره، طبعا انتوا عارفين بكره بيراميدز هيلعب مع موديل سبورت.
طبعا انتوا عارفين بيراميدز طبعا شغال عمال يكسب بالثلاثه والاربعه والخمسه. فريق بيراميدز طبعا تقيل. وطبعا بكره طبعا غير توقع، يعني اقول لكم توقعاتي طبعا اقل واجب بكره بيراميدز هيكسب يعني اقل واجب بيراميدز هيكسب مودرن سبورت. اقل واجب 4-0. طبعا انت عارفين مودرن سبورت طبعا ضايع خالص، ضايع. لسه جاب مدرب جديد، بس طبعا بيراميدز مش هيسمى عليه. الجوان زي النطره. بيراميدز شكله طبعا في الدوري، بس ان شاء الله الاهلي مش هيسيب الدوري، واحنا عارفين احنا واثقين في النادي الاهلي، والاهلي هياخد الدوري. عايز اقول لاخواتي واصحابي كل الدعم للقناه بتاعتي عشان تكبر بيكم. بالله عليكم اي واحد يشوف الفيديو ويشترك في القناه عشان القناه تكبر بيكم. كل الدعم لقناتي اللعبه الحلوه مع محمود سلامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.